يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. عيد أضحى مبارك علينا جميعا. ما تيجوا نعمل مع بعض النهاردة أجمد فتة لحمة دايبة مع صوص طماطم خطير. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وأول حاجة هبدأ في تجهيز اللحمة لأنها بتاخد وقت كتير على النار، والمرقة بتاعتها بتدخل في تجهيز الرز والصلصة. وفي حلة كبيرة أو صينية غير لاصقة والنار عالية جدا هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة مع معلقتين زيت، وهستنى لحد ما المادة الدهنية تسخن كويس جدا. هنزل بقطع اللحمة وهسيب قطع اللحمة من 3 ل 4 دقايق على الوش الأول بدون تقليب عشان تاخد صدمتها وتحبس المية جواها. وهضيف بعض المنكهات اللي هتدي طعم وريحة مميزة للحمة وللمرقة. روزماري فريش لو متوفر، 4 أو 5 ورقات من ورق اللورة، 4 أو 5 فصوص حبهان. وابدأ أقلب اللحمة على الوش التاني واسيبها برضو على الوش التاني من 3 ل 4 دقايق. اللحمة خدت صدمتها من على الوشين، هنزل عليها بمية سخنة بتغلي لحد ما المية اللي بتغلي تغطي اللحمة. هغطي الحلة وعلى نار عالية هسيب اللحمة تكمل تسويتها. مدة التسوية بتختلف على حسب قطعية اللحمة. وهبدأ في تجهيز مكونات صينية الفتة. عندي هنا عيش بلدي هقطعه بالطول، بعدين أقطعه بالعرض في صورة مكعبات. وفي صينية كبيرة أو صاج فرن هديله مسحة محترمة بالزبدة أو السمنة، أي مادة دهنية، المهم إن انتي تبطنيه كويس جدا. هفرد العيش اللي قطعته في صينية أو صاج فرن بحيث إن هو يبقى مفرود طبقة واحدة مش فوق بعضه وبدون أي مادة دهنية خالص. هدخله فرن سخن من 10 ل 15 دقيقة، والفرن شغال من تحت بس، وممكن تحتاجي في نص المدة إن انتي تقلبي العيش لحد ما يتحمص معاكي ويديكي اللون الحلو ده. وفي الصينية اللي هعمل فيها الفتة هنزل بطبقة محترمة من العيش المتحمص، ولو فاض عندك شوية عيش متحمص حلو جدا هنزين بيهم طبق التقديم. وهجهز طشة هدهن بيها العيش المتحمص، عبارة عن معلقة كبيرة من السمنة هنزل عليها بفصين توم مفرومين ناعم جدا، وقبل ما التوم ياخد لون هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، وأقلبهم مع بعض على نار عالية لمدة دقيقتين مش أكتر. وأطشهم بمعلقتين كبار من الخل. هقلب من دقيقتين ل3 دقايق. الخليط هيتقل ويتماسك. هفكه بكبشة من مرقة اللحمة وبالفرشة هاخد من الطشة اللي جهزتها وسقسق للعيش المتحمص. بكده أكون جهزت أول طبقة من صينية الفتة، هركنها على جنب وأبدأ أجهز بقية المكونات. لتجهيز رز الفتة بحتاج رز مصري، وبعير بالكوباية عشان الرز يطلع معايا مظبوط ومفلفل. واستخدمت 4 كوبايات من الرز المصري بما يعادل كيلو، لاني انا عملت صينيتين فتة مش صينية واحدة. على حسب حجم الصينية عندك ممكن تستخدمي كوبايتين او 3 كوبايات رز. وعلشان الرز يطلع معاكي مظبوط ومفلفل، لكل كوباية رز معلقة من المادة الدهنية. بعمل ميكس بين السمنة وبين الزيت، بحط معلقتين زيت مع معلقتين سمنة. وأول ما المادة الدهنية تسخن هنزل بالرز المصري مغسول ومتصفي كويس جدا. هقلب الرز كويس جدا واتأكد ان كل رزاية اتشمعت بالمادة الدهنية. هستمر في تقليب الرز على نار عالية عشان يتحمص كويس من 4 ل 5 دقايق. وعشان اظبط الطعم هضيف للرز مكعب مرقة لحمة، ولكل كوباية من الرز كوباية من المرقة. هقلب الرز كويس واغطي الحلة. اول الرز ما يتشرب هبدأ اني انقله على اهدى عين في البوتاجاز، ووطي العين خالص اخليها شعرة. ولو البوتاجاز عندك حامي ممكن تحطي تحت الحلة شياطة. هسيب الرز يكمل تسويته على نار هادية وابدأ اجهز صلصة الفتة. ولاني عاملة صينيتين هحتاج كيلو من الطماطم الحمراء،
وهقطع كيلو الطماطم مكعبات عشان يبقى سهل يتعصر كويس جدا في الخلاط. هضيف له قرن فلفل حامي، بينقل الصلصة في حتة تانية خالص، بيديها ريحة وطعم تحفة. ولتجهيز صلصة الفتة هحتاج حل على نار عالية، معلقة كبيرة من السمنة، هضيف لها 4 فصوص توم مفرومين ناعم جدا، هقلب التوم لحد ما لونه يبقى ذهبي، هنزل عليه بمعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناعمة، هقلب التوم والكزبرة مع بعض لمدة دقيقتين، وانزل عليهم ب4 معالق كبار من الخل، هقلبهم مع بعض كويس واسيبهم على النار دقيقة قبل ما انزل عليهم بالطماطم اللي عصرتها كويس. وهضيف للطماطم معلقة صغيرة ممسوحة من الملح واسيبها على نار عالية. ولتعزيز طعم صلصة الفتة هضيف لها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وكوبايتين كبار من مرقة اللحمة، واسيبها تتسبك على نار عالية لحد ما تقصر خالص وتتقل. الرز استوى، هنزل بطبقة سميكة من الرز فوق طبقة العيش المحمص، وحاول بقدر الإمكان إني أسويها بالمعلقة عشان الرز كله يبقى في مستوى واحد. ظبطت طبقة الرز وسويتها كويس، هنزل عليها بمرقة اللحمة. وللأسف في جزئية ما تصورتش، اللحمة لما دخلت في التسوية ضفت لها معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ودي بهارات اللحمة، ما بنضيفش أكتر من الملح والفلفل. وصينية الفتة بتعز الشوربة كتير، بحبحي إيدك قوي وانتي بتحطي الشوربة. الصلصة اتسبكت كويس جدا وتقلت وطعمها خطير. وقبل ما تحطيها على وش الفتة لازم تدوقيها وتظبطي الملح بتاعها. والطريقة اللي هتقدمي بيها صينية الفتة ده ملعبك، قدميها بالطريقة وبالشكل اللي انتي بتحبيه. وصينية الفتة هي طبق أساسي ورئيسي في عيد الأضحى، بس أنا بشتاق لها جدا وبحبها وبروح أعملها في أي يوم من أيام السنة عادي. طبق فتة من الزمن الجميل بنكهة وريحة أمهاتنا وأجدادنا. جربيه، هينور سفرتك في أي عزومة، هيعجبك ويعجب ولادك، مظبوط بالملي. وعيد أضحى سعيد عليكم يا رب.